هذا الحليب تعطيه بلاش؟ مش بلاش. والدولة وين هي؟ الدولة وين؟ أنا ماشي يا ولد عمي. الدولة فسر لي علاش تعملوا هكا اليوم. نحن كل يوم نشكو، مش اليوم برك. اما اليوم فاضي كيل. اليوم فاضي كيل، هاك تخسروا فيا. جيبوا فيه للقلاده. شنو المشكل؟ ما عادش خالطين معناها ما تخلصوش فيه الحليب. مش ما نخلصوش فيه، ما نخلصوش فيه. نحن ما نخلصوش فيه، مش ما نخلصوش فيه. باقي فلوسنا باش ناخذوا فيها او يتكب. نحلبوا ونكبوا. معناها انتم في عوض توزعوه كيما عملوا جهات اخرى مش تعطيوه بلاش للمواطنين. مش نوزعوه، نحن باجا بلاد لا جهات اخرى وزعوه، انتم مش تعطيوه للمواطنين بلاش. وتعطي كان للمواطنين. باهي ومش تدوروا انتم الاحياء الشعبيه. على المواطن وتحب المواطن يبكي معاه، جابت الحليب للمواطن باش المواطن يشاهد الدوله. نحن نحب المواطن يشاهد الدوله. من اول جانفي ونحن هيك. شنو من اول جانفي ونحن هيك الحليب يجيبوا فيه كل يوم نبزعوا فيه يوميا. علاش توزعوا فيه؟ قال لك الواحد المعمل يسر عليه، الدوله ما عادش قابله للحليب. لا وكي تمشيوا للاحياء الشعبيه تعطيوها مش خير؟ مش نمشوا للاحياء الشعبيه ونعطوها، ما جينا للوالي قالنا تو نشوف لكم. جيتوا لنا قدام مركز السياده معناها على الرمزيه. لا قابلنا الوالي قالنا تو نشوف لكم، معناها جاه واحد فهمتني على حاجه راكده، جاه واحد على حاجه مستعجله قالنا تو نشوف لك. ما يمشيش تبزعوه قدام وزاره التجاره. لا ما نبزعوش، نحن ما نبزعوش. ونوقفوا نفرقوا. ويجيب لك في العلوش نحن نفرقوا. علاش ما يقعش تبزيعه قدام وزاره التجاره؟ شو حرام تبزيع الحليب سي شريف؟ يعني هنا هو مش يتبزع لا ما نعطيو المواطنين خير. التجاره جابت التحليب فرقوه قدام وزاره التجاره. فرقوا المواطنين خير، علاش تبزعوا؟ فرقوا المواطنين. الواحد العبايه دي متكلفه على الاقل مليون ونص باش ندفع عليه من جيبي كيما شغال المواطن بلاش. كل يوم ما ثماش واحد من الناس عندي زوج كراب ما ثماش كل يوم. تو وقفت حسابي الشهر اللي فات ناس مطيش واحده 4 ملايين مطيش مشات يا للمواطن. لا تعمل سكيك لا عادي. سكر هذا. عندنا الحليب ضايع جايبينه معناها باش يتبزط، كنا احنا مش بالضبط عاطين للمواطنين الكلاه ومن خذاو منه والباقي باش نزلوا نتبرعوا بين المسنين. ماشيين الماء والعجز معناتها دار المسنين باش نعطيو الحليب تتبرعوا به هذايا. هكا عم بشير. عم بشير بالله تو شنو السبب بالضبط؟ هزيتوا انتم الحليب للسونتر، السونتر قال لك ما عادش عندي ما نجمش نحطوا عندي اكتفاء، معناها عنده اكتظاظ كما تقول انت. عنده اكتظاظ، قال لي عندي اكتظاظ ما حبش يجيب الكاميون ولينا اضطرينا باش ننزلوا نعطوه للناس هذوما نتبرعوا به وكا. معناها كي يقعد من الغدوه يفسد يفسد هو يفسد ما يقعدش يفسد. اي تو انت عم بشير بلا مجلسك تو جهه كيما جهه باجه تعطي معناها تقريب فيها برشا حليب. موجود خيرات ربي الحليب وهذيك هي المعيشه نتاعنا. احنا تو تماشوا هذه عامله معنا عقد معناها تقبل علينا الحليب كذا وكذا. اليوم جاتك وسكت وصلت حتى المرحله اللي بدها وعندنا جمعه واش واحنا نلوحوا. يا بشير وعلاش باجه تو معناها تنتج ياسر حليب وما فيهاش معمل نتاع جبن ويا غرط ومعمل كبير يقبل عليكم؟ كيفاش الحكايه هذه تصير؟ المشكله هي من حقها لازم يكون عندها معمل نتاع جبن او نتاع حليب موجود باش يستمعوا بيا باش نجموا الحليب ما يتلوحش. هي اكبر منطقه هي باجه في الفلاحه، معناها الناس الكل ما عندهاش حتى ما عندهاش لا مصانع لا حتى وما فيهاش معمل نتاع حليب وجبن ولا غرط هكا ولا؟ ما فيهاش يا والله حوال خلاص. هذا جاي باش يهز الحليب؟ معناها مش الحليب نتاعكم انتم، الحليب اللي موجود في السناطر تو. موجود في الصون. والله
حابين نرحبوا بالفلاحه ونشكروهم على اللفته الكريمه اللي يولوها المركز رعايه المسنين بباجه، اللي هو عنده برشا برامج اخرى في المركز المسنين الماده قرار التضامن والمعوزين، وان شاء الله باللفته ذي نكونوا ساهمنا في اعانه المعوزين بالشراكه مع الفلاحين. هي ما ان شاء الله الفلاح يتفكروكم في سبب وفي غير سبب معناها. يعطيك الصحه، نحن يفكرونا في تو ما عندهمش ترويج، لكن ان شاء الله يتفكرونا حتى من غير سبب كما قلت، خاطر مركز المسنين هو ملك للجميع ويلزم الناس كلهم مساهمه فيه. يعطيك الصحه سي بشير. دعوه لهم هما. ونحبوا سي بشير بالمناسبه نحبوا نشكروك على الخدمه اللي تخدموا فيها مع المسنين، لانه تجينا برشا اخبار طيبه وبرشا معناها تفاعلات، وما سامعين كان الخير على المركز هذا نتاع باجه، ان شاء الله من حسن احسن ويعطيك الصحه سي بشير. وهذا مش غريب عليك لانك انت بالحق من الناس اللي وقفت المركز هذا على رجليه. عندكش حاجات تحب تلاحظها؟ عندكش نقائص؟ فماش حاجه تستناو فيها؟ والله كما قلت لك الدعوه هي دعوه للجميع وللاهالي باجه باش يكونوا زاد هم مساهمين فعالين في المركز باش يتحسن الى احسن ان شاء الله في البرامج المستقبليه اللي نحبوا نعملوها ان شاء الله. بالتوفيق سي بشير. لا باش تجيب الظريف الكيل حتى الظريف. يس يس يس. هذا هو رايب بطبيعته. هي ضايره صح بتبيع يشرب. اجي ها باهي هذه ما اسمش